السلام عليكم يا شباب، مرحبا. انا اول اشي بدي اعتذر منكم، صوت شوي رايح، بس اليوم انا بتجمع جدا جميل. هذا التجمع بدبي عند فلات 12. اللي عايشين بدبي بيعرف فلات 12 هو عبارة عن كافيه مع بسموه كار كلتشر، يعني اي محب للسيارات حيحب هذا الكافيه لانه دائما عنده تجمعات وكذا. فاليوم حكى لك تعالوا عنا واعملوا تجمع اسمه كار اند كوفي، اشربوا قهوة وجيبوا سيارات. فصراحة المكان خرافي. بدي افرجيكم، اعطيكم لفة هيك سريعة، احاول هيك اعيشكم جو معي لانه عن جد المكان بيستاهل. فخلينا نبدا من اوليتها. شوفوا من البداية، عندك الفايبر. طبعا هاي الفايبر الاصدار الاخير هاي ديسكونتينيود، وقفت السيارة وحش على الارض. عم نحكي عن 10 سلندر، السيارة متوحشة، ولكن هاي السيارة للأسف ما كانت مبيعاتها ولا بد فتوقف إنتاجها. خلينا أخذكم هيك سريع. طبعا معي كرم حيساعدني بموضوع الهوندا، لأنه كرم من ناس معجبين هوندا وكوليكتر، يعني عنده سيارة هوندا، وبصراحة كثير داخل الموضوع ديب. أنا مش كثير بموضوع الهوندا، فيعني حنحاول بس نص عند هوندا نترك كرم اللي يحكي عنه. خلص انا ما اشرب قهوه. مش مشكلة، بنشتري لك. عندنا في البداية شباب السوبرا غنية عن التعريف. هاي السوبرا هو الإصدار الأخير، اللي بعد السوبرا اللي بنعرفها هناك بعد انقطاع تقريبا قديش 15 سنة يمكن أو أكثر. نزلت السوبرا الجديدة. هاي السوبرا اللي هي فعليا بلاتفورم، انجن، جير، موتور، كل شيء جواتها هو بي ام دبليو زد 4 ولكن على شكل تويوتا. ما عندي مشكلة بالحكي لأنه السيارة هاي لما جربتها واحدة من أجمل السيارات ممكن تسوقها كسرعة وكثبات وكقيادة، جدا جدا ممتعة. عندنا واحدة من السيارات اللي أنا بحب شكلها. على فكرة هاي ناس قليل ما تحب هذا الشكل، فكرها سيارة عائلية. لا على فكره في ناس عن جد قويين. على فكرة هذا الشكل أنا بالنسبة لي بحبه. طبعا هاي اي 63. السيارة هاي عبارة عن انفجار، هيك قنبلة 500 حصان على الشكل عائلي. هذا ستيبر بتخوف صراحة. أنا بحب هذا الشكل. هاي انتجرا صح؟ هاي انتجرا. أوكي. هاي السياره طبعا بيجي عليها بي 20 على الاغلب، دائما الناس بيعملوها سواقه البي 20. سياره كثير مميزه صراحه. طلع الاس اس. طبعا شوفوا لاحظوا هون البنات مشاركين حتى بالتجمع كسائقين او كناس معجبين في السيارات. شوفوا البنت هاي سايقه سياره ماسل كار بتخوف. طيب والله انا ما بعرف عن جد اسمها عباره عن سفينه بالشارع. في عندنا هنا البي ام دبليو الفئه السادسه القديمه، مش عارف اذا هاي الام 6 او لا، هاي 635 سي اس اي طبعا اللي هي الكوب. بتجنن صراحة، حلوة حتى بعد تقريبا قديش عم نحكي عن 40 سنة. في عنا هون السوبرا الام كي 4 اللي بنعرفها احنا كلياتنا. هاي السوبرا غنية عن التعريف، ما حاشرح عنها ولا اشي، ما فيش حدا بالوطن العربي بيعرفش عن هاي السوبرا. نيسان 300. في عنا كمان هون سوبرا جاكوار اكس جي. هلا شوف صراحة احنا شوي تأخرنا ففي سيارات راح. في عنا هون البي ام دبليو بالضبط ال 2002. طبعا 2002 موديلها مش موديل الاسم، موديل اسم الموديل وليس سنة التصنيع. فانا ملبق ال 2002. هاي على فكرة السيارة اذا بتاخذها وتعدل عليها محرك بدي اعطيك 200 حصان بس، ما بدي، مش اكثر. اعطيت فرجوم السياره من ورا. بتعرف شو يعني 200 حصان على السيارة؟ عبارة عن قنبلة على الارض. يعني هاي السيارة انا شفتها بالمرة معدلة على 300 وشوية حصان. صراحة السيارة ما بتقدر تمسكها، سيارة كتير صغيرة كتير خفيفة. عم تحكي عن سيارة وزنها بحدود 900 كيلو، يعني ولا اشي. في عنا هنا الجي تي ار، طبعا برضه صارت غنية عن التعريف الجي تي ار، ما في داعي تحكي عنها. في عنا هنا اسمه جي تي 86 سوبرو بي ار. ايوه بالضبط. في عنا مرة ثانية واحدة من السيارات النادرة. هاي على فكرة انا بحب الشكل تبعها، هذا الستيشن كثير بحب. في عنا واحدة بعمان ما شاء الله كثير نظيفة، شفتها بالواجن. اوكي. في عنا هنا هاي الحلوة الواجن. هاي يا اخي انا هذا الشكل عن جد بحبه. شوف هاي الفئة الخامسة واجن. هلا يعني السيارة لأول وهلة بتقول شو هاي سيارة عيلة، ولكن تركز تفاصيل السيارة شكلها متوحش صراحة.
هاي السياره فيها شغله غريبه سيلفيا. لو تعرف شو هي. هاي سيلفيا اس 15 بس هي بالحقيقه مش اس 15. هاي أوكي. السياره اس 14 سواب لاس 15. كيف أوكي. نعرف؟ عرض السياره من وراء هذا مش عرض الاس 15. اذا بتروح ورا السياره خلينا نروح. يعني الخلاصه انه هاي السياره معدله. هاي ايوه صح، هذيك بتيجي كت اكثر ومن هون ستريت اكثر. صحيح صحيح. فهاي عباره عن اس 14 بسواب تو اس 15. ليش؟ لانه الاس 15 دائما اندر واقل انك تشوفها. واجين الاس 15 هي عباره عن شيء بسموه الموناليزا بعالم هلا الصوت شلبي. هلا اتمنى انها تكون شلبي اصليه لانه الماستنج صعب تحزر عليها صرت. خلينا نشوف اذا شلبي اصليه. والله يا جماعه لا اتوقع انها شلبي اصليه. لا ابدا مش شلبي اصليه. كيف؟ ترانس ام 6.6. هاي موديل 1980. هاي السيارة مش السيارة اللي انشهرت بسموكي اند باندت. السيارة اللي انشهرت بسموكي اند باندت هي الترانس ام اللي برضه 6.6 موديل 1977. برضه كثير بيعملوا سواب من ال 80 لل 77. ال 77 ما بيجي هذا الشيء موجود، بيجي ضوء هون لحال وضوء هون لحال. سيارة نادرة جدا جميلة وبتحكي عن تقريبا بعالم 300 حصان. يمكن احصنه مش كثير كبيره. لا حلوين بالنسبه لعمرها 300 حصان. عزم السياره جدا 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 رهيب. فرجوك داخليه السياره صراحه كثير محشوف. في عندنا هنا شغله، انا محبين القوارب مش هذا القارب، هذا سبيد بوت يعني قارب بس للسباقات. طبعا هذا صنع اماراتي. بدي احاول بس احصل عندك دول انجن عليه هون. طبعا هذا اوت بورد انجن بسموه، الاوت بورد اللي هو الانجن الخارجي بيجي تقريبا. شوفوا بالعاده هذول عادي يوصل له 1000 حصان، بس مش قادر اعرف كم حصان هذا بالعاده يكون مكتوب. بس يعني من الواضح حجم المحرك بالعاده للقوارب بيكون قد نص هذا الحجم. هذا الحجم مهول، فما عندي فكره، ولكن عادي يكون 1000 1500 حصان طبيعي جدا. تعال افرجك احلى سياره بالمكان كله. لا احلى سياره هاي هون. في سياره مخبيه يا اخوان هون، يعني طلع الله. هاي طبعا فيراري اليابان. بالضبط هاي فيراري اليابان NSX، السيارة النادرة جدا انك تشوفها واللي فعليا يمكن ما تشوفها بحياتك. هي موجودة قدامنا. هلا شوف اكيورا وببلدان بالضبط. هلا هاي العلامة هاي هي علامة هوندا بس اكيرا بسموها، هي البراند الثاني لهوندا تقريبا اللي هو نفس سيارات هوندا. هلا في شغلة على السيارة بس مش متأكد مدى صحتها، هل هي ار عن جد ولا لا؟ ما اتصور، لانه في عندك NSX R هاي واحدة من اندر السيارات اللي ممكن تشوفها، بس انا استبعد انها NSX R لانه الار مان اجى منها كثير ليميتد اديشن. في شغله كثير مهمه معلومه عن هاي السياره. نعم. ليش في عندنا الاكيورا؟ ليش في عندنا الهوندا NSX العاديه؟ نعم. شوف هاي الاكيورا ضووها بوب اب لايتس. اوكي. فالبوب اب لايتس هذول انعملوا باليابان عشان السياره تتصدر على امريكا بسبب بعض زي ما بيحكوها ريجوليشنز، يعني كان ممنوع عليهم انهم يحطوا البوب اب لايتس. اوكي. غيروا وحطوا الاضواء بتجي بهذا الشكل تقريبا. اوكي. وتغير اسمها زي ما صار بالضبط مع نيسان انفينيتي. لا NSX؟ لا مش NSX، لا انتجرا؟ لا اكيورا. وتصدرت السياره. اوكي. بس سياره جميله صراحه على يعني. والله يا اخوان صدقا السياره على الواقع بهيبه البورش، مش معقول ما احلاها صراحه، يعني يمكن اجمل ما صنعت هوندا صدقا يعني. بس الفكره تستاهل فكره انه هي يسموها فيراري اليابان. انا بشوف تستاهل صراحه كشكل خارقه يعني صراحه. هاي السياره طبعا طلعت بفاست اند فيوريوس الاخير، هاي الالفا روميو. صح. طيب خلينا نشوف، بدنا نلحق السيارات قبل ما يروحوا. في واحده كمان من السيارات اللي هي الفيات، ايش كان اسمها؟ الفيات ايش كان اسمها نسيت. مياتا. سوري مش فيات، مازدا. سوري مازدا مياتا.
هاي اكثر سياره انعمل عليها ميمز عن جد اكثر، وهي اكثر سياره كيوت يا زلمه، بتجنن صغيره هيك. هاي سياره يعني حجمها على الواقع يا اخوان لازم يعني هي بحجم الفيات هاي. يعني طلعوا هاي ها الفيات اكبر منها، بس على الفيديوز فكرة هيك. اوكي في عندنا واحده من السيارات اللي عن جد طلع مازدا ار اكس 7. فيك تصور اجمل سياره. اوكي هاي سياره كرم، هاي الحمراء. احكي لنا عنها بشكل سريع يلا. هوندا سيفيك اي كي كوب. هاي مش الهوندا سيفيك اللي احنا بنعرفها العاديه. هاي الهوندا سيفيك بتيجي مختلفه شوي، انه هي عباره عن بابين، وهي اللي انشهرت بلعبه اندر جراوند 2 اللي كنا نلعبها واحنا صغار. بالضبط. اذا بنشوف خلفيه السياره تختلف عن اي هوندا يعني السياره مش هوندا سيفيك عاديه عشان اخوان ما تخربطوا. هوندا سيفيك اول شيء كوب بابين، ثاني شيء واحده من نوادر السيارات واللي هي الاي كي. وهاي السياره تحديدا عليها دي 16 واي 8 فيتك، بيفتح على 5600 ار بي ام. بيختلف عن المواتير العاديه اللي بتكون طبعا اقل بالقدره الحصانيه. سياره جيده للشارع، ممكن بتعديلات بسيطه توصل فيها عدد احصنه جيد انه تتسابق مع اي واحد. هلا حلاوه الهوندا صراحه شغل تعديل. هلا انا للامانه مش محبين الهوندا، مش محبين الدفع الامامي، انا محبين الدفع الخلفي بالسيارات عامه. يعني الهورس باور على الدفع الخلفي بتحس فيه عن جد. في عندك هون الار اكس 7. ار اكس 7 عليها محرك الروتر. طبعا للي ما بيعرف، محرك الروتري هو محرك تجريبي نزلته مازدا بهالزمانات. هو محرك خالي من السلندرات، خالي من الشكل اللي انت بتعرفه، محرك بيشتغل بطريقه مختلفه، بيعطي هورس باور عالي من حجم محرك صغير. كانت مشاكله كثيره ومش عملي كثير، وتصليحه وصيانته معقده شوي، ولكن وقفت من ايامها ما كملت عليه. يمكن في كم من سياره بس كملوا على الروتري لحد اليوم او شيء، ولكن مازدا بتعمل مباحثات انهم يرجعوا الروتري. بالضبط. هلا كانت له ميزات كثير، بس كانت برضه له مساوئ شويه ما خلت السياره تنباع بسهوله، فوقف الروتري عند المازدا الار اكس 7 اخر شيء. طبعا هاي السياره غنيه عن التعريف بالنسبه لموضوع الدريفتنج والى غيره. طيب شوف في عندنا هون، في عندنا البي ام دبليو. هاي طبعا محبوبة الشعب العربي، بس برضه هاي مش الاي 30 العادية، هاي كوب. هاي الكوب مميزة، هاي نادرة. هلا شوفوا يا اخوان موضوع البي ام دبليو، هاي كمان سيارتي هاي سيارة كرم ثانية غير الحمراء. هاي عليها بي 20 مش دي 16. هاي مانيوال، انا صوتها بتجنن. هاي سيارة مانيوال وعليها بي 20 مش فيتك عادي، لكن قدرتها الحصانية. شوف صراحة انا صوت هذيك السيارة عن جد ممتعة. طبعا انا في عندنا البي ام دبليو شغله صغيره. ليه دائما لما يكون في عندنا سياره بابين فعلا بتكون نادره، وانصح الناس دائما انهم يحافظوا عليهم. لا اول شيء غالبا السيارات البابين مش مرغوبه وقت البيع. هاي معروفه مش مرغوبه وقت البيع. يعني حتى طلع انتم المرسيدسات البابين وغالبا هذول مش مرغوبين. هاي ايش ابحاث حقيقيه، يعني مش انه يعني مثلا السياره هاي 36 بالضبط لونها 4 ابواب ما بيجي على ما هذه بدي اقول لك ما بيجي. البابين ايام البيع، ايام ما نزلت ما بتكون مرغوبه لانها بتكون غاليه، واللي بده يشتريها بفكر انه بدي سياره عمليه اكثر، فبالغالب ما بتنشرى كبابين. بعد فتره بتصير هيك بتصير شغله صغيره كمان. طبعا اي سياره دائما كوب خط الانتاج تبعها بيكون بيصدر سيارات اقل. ما هو ليش بيصير اقل؟ لانه ما بيكون عليه عدد البيع الماس برودكشن العالي، فبتكون دائما اقل. طبعا هاي مش عشان الناس ما تخربط، مش كل سياره كوب بي ام دبليو معناتها سياره سرعه وسياره ام 3 والحكي، بتكون نادره ولكن عادي كهورس باور عاديه. في عندنا هون اللوتوس يا اخوان هي واحده من اغرب الشركات، بتنزل سيارة يعني كل كم من سنة وما بتلاقيها منتشرة، ولكن سياراتها فظيعة. يعني هاي تقريبا بال410 حصان. تمام. في عندنا هون واحدة من أجمل سيارات، هاي عن جد حلوة. هاي إيش؟ أنا هاي بصراحة ما بعرف. هاي فورد ثاندربيرد. ثاندربيرد صحيح والله أنا أتمنى. هاي السيارة واحدة من السيارات اللي عن جد أنا كنت حابب أشتريهم بيوم من الأيام. يا أخي شكلها مبدع، شكلها مبدع صراحة، حلوة بس لونها مش كثير عاجبني لأنه زهري ما بعرف غريب. طب في عندنا هنا الكورفت سي 7. هلا شوف لي يا أخي ما شاء الله، شوف هالوقفة، شوف هالوقفة هاي ما شاء الله ما شاء الله.
طلع ال 500 الام 5 يا اخي صراحه. بي ام دبليو بالاشكال تبعتها متوحشه، حتى لو سياره عائله 4 ابواب طلع صح. ما شاء الله. ديفيوزر الجنوط صراحه مزوق، صاحبها مزوق يعني. الجنوط اختياره لهم، شكلهم، شكل السياره، لونها ظابط. انا ال 5.0 الموستنج جي تي تعطيك بحدود ال 430 حصان، رقم ممتاز جدا. السيارات اللي بعدها اللي نزلت بعد ال 2018 صارت تعطي بال 470، هذا رقم ممتاز جدا. طيب هنا في عنا كمان تجمع خفيف صغير، احنا مشكلة شوي متأخرين وصلنا. في عنا هنا الانتجرا، هاي طلع كرم. وين في هوندا بتلاقيه قاعد يتعرف على الشباب صراحة يعني. كنت هلا انا بدي، هلا احنا بنحتاج كرم لانه انا لازم يحكي لنا هو عن الهوندا صراحة. مرة ثانية في عنا هنا السوبرا، في عنا ال سي 63 هون. سي 63 صراحة سيارة بعتبرها لليوم من أكثر السيارات اللي ممكن عن جد الواحد يشتريها وينبسط فيها. سيارة عم تحكي عن 8 سلندر، 6200 حجم المحرك، عم تعطيك بحدود صور ال 450 400 بعالم ال 450 حصان، مش متأكد يعني، بس رقم ممتاز جدا بالنسبة لوقتها يعني. انت عم تحكي عن موديلات ال 2013 14 يعني، فهذا رقم خيالي كان بوقتها. طبعا شوفوا قد ما تحكي للشباب ما حدش يدعس مستحيل. اوكي اسمع، انا سمعت الشباب شو بيحكوا. عم بيحكوا عن تبعون الموسم. هاي طبعا مشكله مع الموسم كلياتها. صالح ما اشتراش ب 20 لا. هاي المشكله، انت لما مرات تفكر انك انت طالع شكلك زي اندر جراوند، اول كلمتين سمعتوا عن السياره انه بلا هلا ما تفلت منه ويخبط في السيارات يعني. بس والله سؤال صغير. نعم، هل لاحظت قديش الفرق بين الايفو القديمه والايفو الجديده؟ ولا عليك هذا منظر؟ يعني شوف صراحه انا مشكلتي مع الايفو بشكل عام، حلوه سياره وتجنن، وهاي بالنسبه لي اكيد احلى من القديم، ولكن مشكلتي معاهم نفس مشاكلي مع باقي السيارات. هاي احلى من هذيك؟ انا بالنسبه لي هاي احلى من هذيك طبعا. ما بتفرقها عن اللانسر كثير، ولا هذيك بتفرق عن اللانسر كثير. هذيك مبينه يا رجال شويه طبونات بترجع معي. مشكله الايفو بالنسبه لي، فرجيهم للمتابعين بلكي حكوا لنا رايهم. في عندنا هنا ام 3، مش عارف اذا ام 3 مش، لا ما اصلا مش ام 3 هاي، لا ونشوف يا ام 3 يا ام 3 تعبان، بس مش ام 3 غالبا. خلينا اقول لكم والله ام 3 هاي عليها جير الدي تي سي، بس المشكله شكلها صراحه من برا مش كثير. السياره طبعا مبينه تعبانه. هاي الميتسوبيشي ايفو اللي كان يحكي عنها كرم. ايش مشكلتك معها؟ تعال احكي لي. هلا انا فاهم عليك، شكلها متوحش. بالنسبه لي هاي السياره من احلى السيارات اللي ممكن اختاريهم بحياتي. اوكي انا مشكلتي يا اخوان دائما بحكي مع كرم بالموضوع هذا. مشكلتي مع هاي السيارات انه انت لما تكون ماشي بالشارع، اذا انت يعني بدك تشتري السياره عشان تستعرض فيها، السياره ما لها طلع المحركه. مشكلتك مع هاي السيارات انه انت بالشارع ما زيك زي ميتسوبيشي لانسر. هذا احلى مقطع يا صديقي، اللي هو المقطع تبع الكار ليف يعني. الناس هلا هم بيطلعوا هون. خلينا افرجيك شغله. هاي السياره يا اخوان، هاي السياره وحشه فكره. طب ليه ما تعرفنا على سيارتك؟ طيب هلا عشان تكونوا بالصوره، سيارتي مرقنا عنها وانت ما عبرتني. انا معي نفس السياره هاي تمام، لونها برتقالي اللي كانت ورا، بس خليني احكي لكم الفرق. هاي زي او 6، هاي النسخه المتوحشه من سيارتي. انا المعاي بتحكي بعالم 500 حصان يعني 470 وشويه، قول يعني 470. هلا هاي الفكره وين الفرق؟ هذيك بيجي عليها محرك 6.2، هاي بيجي عليها محرك 6.2. الفرق يا صديقي بانه هاي بيجي عليها سوبر تشارج مرعب، عشان هيك هاي هي الزي او 6 سوبر تشارج. طبعا طلع 0 ل 100 محمد. هلا مبدئيا كهورس باور هاي 606 حصان ما شاء الله بالضبط كهورس باور.
عم تحكوا عن سياره مخففه، لما تيجي تحكي بهذه الايرودايناميك بهذا تطلع انت العجال اللي مركبهم عليها سليك تايرز بيخوفوا، هدول سيمي سليك مش سليك. طلع انت حجم البريك ديسك مرعب، طلع حجم البريك ديسك. فالسياره عم تحكي من 0 ل 100 بحدود الثلاث ثواني وشوي. انا صراحه ما بفهم منهم كثير، بس بحس هاي كمان. هلا هاي السياره انا بالنسبه لليوم بشوفها حلوه، يعني ما عندي مشكله انه تنشر اليوم، يعني ما مش انه والله قديم السياره، لسه عم تعطيك هذا الجمال تبع الكورفت. صراحه الكورفتات كلهم حلوين. يمكن انا شوي غريب الاطوال الكورفت الجديده اللي هي ال8 سي 8 انا عندي مشكله معها، مش كثير حبيتها صراحه، شويه بتحسها مبالغ بالديزاين تبعها، بلاستيك هيك كثير. هاي السيارات بتحسها لساتها العضلات الامريكيه القديمه. يعني شوفوا شكل السي 7 عفوا لليوم، طلع وقفتها على الشارع مرعبه، هاي وقفتها مرعبه. هلا السي 8 مشكلتها انه في كثير هيك ورا مركبين لها حراشف ودنيا واشياء غريبه، فما حبيتها. مع انه على فكره كهورس باور بالسي 8 تنافس الفيراريات، نزلت بعالم السوبر كارز، يعني دخلت مع اللامبورجينيز وكذا. يعني عم تحكي من 0 ل 100 بنسختها العاليه ب 2.9، ما شاء الله، رقم مرعب من 0 ل 100. طيب هيك يا اخوان، اخذنا لفه هيك سريعه. سمعتوا التيربو مسكا جي تي 86 مره ثانيه. شوف هاي السياره التيربو صوته من هون، بتعرف لو انا مش تيربو والله العظيم كنت اقول لك ليه جاي. هذا موتور الاصلي 200 حصان بيعملش شيء، ولكن لما تحكي قاعد خلص صوت التيربو عرفنا ان السياره مش عاديه. شوفوا هون، شايف هاي الزد ال 1، هاي يا صديقي الزد ال 1 راكب عليها نفس محرك الكورفت، نفسه 6.2 سوبر تشارج، نفس المحرك، نفس الجير، تمام. هلا انا بفضل ايوه بالضبط. يعني انا بالنسبه لي الكومارو يعني واحده من السيارات اللي ما ممكن افكر اقتنيها صراحه. شكل الديزاين تبعها شويه يعني قديم خلص، يعني ما بعرفش، مش حابه. شايفين البي ام دبليو 5، الله الصوت، الله، يعني احنا جينا بالتوقيت الصح صراحه، ما شاء الله صوتها مرعب السياره. هاي السيارة عن جد يمكن تعرفوا يا اخوان واحدة من اجمل السيارات الموجودة هون هي الام 55 صراحة. ما شاء الله وقفتها مرعبة. هون عندنا الديفندر، شوف الديفندر هاي ايش الجميل فيها، انه عاملين الستايل تبعها القديم، طلع ما في جنوط، شكل الجنوط القديمة مع اللون القديم صراحة شكلها كثير حلو. فهذه هي سيارتي، وخلينا هلا اتصور نغادر. فعلى كل حال يعني هاي كانت لفه سريعه، سوري مره ثانيه والله انا صوتي مبحوح ومش قادر احكي، بس ما بقدرش ما اكون هون وما اشارك في الموضوع. ف ان شاء الله هيك اذا عندكم اي تعليقات احكوا لي، اذا حابين تحكوا بايش ثاني. شغله اخيره شوف هاي السياره، بتعرفها هاي واحده من اصغر ما صنعت اليابان. هاي الهوندا حقيقيه، هاي اسمها هوندا بيت. هاي السيارة تطلع قد حجمها، بس عشان تفهموا هيني هيك حجمها. السيارة بتحط ايدك بالعرض فيها. هاي السيارة 600 سي سي، تمام. يعني والله العظيم انه مستعد اشتريها هلا من كثر ما هي حلوة. سيارة كثير حلوة، صغيرة بتجنن. هاي السيارة نزلت بوقت من الأوقات لما كانت اليابان عم بتحاول تصدر سيارات شكلها رياضي، بنفس الوقت تكون أحجام محركاتها كتير صغيرة، فعليها محرك موتورسايكل باي ذا واي، تمام. وصح حتستغرب بس محركها بالخلف ولا ايش؟ تمام، محركها ورا. ف يعني هاي السيارة عن جد هاي أول مرة بشوفها قدامي هاي السيارة. طيب يلا نراكم يا اخوان، يعطيكم العافية. احكوا لي رايكم بالتعليقات، إذا فيش حابين تزيدوا ممكن أكون خربطت بأي معلومة. طلعوا الاس ال اس، عفوا الاس ال
الاس ال 63 سيارة عن جد حلوة هاي السيارة لليوم، مهما كانت قديمة بس حلوة. عندنا رينج روفر هذا الشكل الأخير، جمال فخامة، بس يعني ما لهوش مكان هون صراحة، هون السيارات المتوحشة. فيعطيك العافية يا اخوان، اكتبوا لي لكم التعليقات، سامحونا اذا خربطنا بشوية معلومات، وسامحونا على الصوت دوشة هون، ونراكم في فيديو قادم.